مش يعمل الجمال. أعزائي المشاهدين، ونلتقي مع قيمة وقامة فنية في الإسكندرية له بصمات واضحة في العمل الفني. نلتقي مع الفنان إبراهيم الملاح. أهلا بيك. اهلا بك استاذ محمود. البصمات دي كانت انت صانعها، انت اصلا كنت بتقود سفينه الثقافه في اسكندريه، واحنا كنا احد الموجودين في هذه السفينه، فاوعى تهد الفضل لحد غيرك، الفضل لله وليك ان احنا النهارده بنتكرم لان ظهرنا من خلالكم. الله يكرمك. بس طبعا العمل الفني يعود لأهله. أنت قيمة وقامة فنية فعلا عاصرتها في أوقات ما كنت موجود مع الثقافة في أصول الثقافة كلها. لم أشهد فنان مبدع بصوت ملائكي، بصوت جميل جدا يمس القلب من جوه. الفنان إبراهيم الملاح فعلا فنان بمعنى الكلمة. حضرتك انا فرحت النهارده ان انا بغني وانا عندي 40 سنه، يعني فرحت جدا، يعني النهارده عندي 40 سنه وبغني حاجه جامده قوي. الفنان فنان لحد اخر لحظه في يومه ان شاء الله، وربنا يديك طولة العمر. الفنان ابراهيم ملاح ماذا يوصل رساله لكل فنان اسكندريه، وماذا يقول لهم في هذا اليوم الجميل؟ استمر على ما انت فيه، اوعى تبص لفوق لا تقع، خليك في مكانك. يعني انا النهارده بأفصح عن حاجه ما حدش كان عارفها غير علي الجندي، لو مش كانش قاعد ما كنتش قلتها، ان احنا من 54 سنه وقفنا على دار الاوبرا المصريه، المطرب الوحيد في الشرق المصري العربي اللي غنى على اوركسترا قوامه 70 موسيقي انا، واللي اخرج الاستعراضات علي الجندي. حي يرزق على انهي اوبرا اللي اتحرقت وفيها ديكوراتنا. ما كناش بنقول الكلام ده قبل كده ومحدش بصلنا، وكنا مستمرين بنروح نغني ونمثل ونعمل في قاع المجتمع وفي اعلى قمه في المجتمع، متواصلين مع جمهورنا اللي جابنا هنا. استمروا يرحمكم الله. وده اللي بيخلينا نقول تحيا مصر وتحيا رجالها وتعيش الايد الشغاله. مصريين بيشقوا قنالها بالهمه سواعد رجاله. يا راجل جيبها عشان اغنيها. سلام عليكم محمود بيه. سلام عليكم. احنا شرفنا بيك يا فنان. ربنا يخليك يا ودايما محمود. ان شاء الله نشوفك في كل الاعمال ربنا يخليك الفنيه يا حبيبي. الرائعه. لا بس والسنه احنا اللي عايزين جايه الكلام ده